أهلا بيكم. ما ينفعش يعدي رمضان من غير ما يبقى على سفرته محشي، وخاصة محشي الكرنب. عشان كده النهاردة هنعمل مع بعض أحلى محشي كرنب، وكمان هنلفه بطريقة سهلة جدا. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا نشوف وصفتنا. معايا الرز مغسول ومتصفي حلو قوي من المية، مش عايزين يكون فيه مية. وكمان هنحط بصل مقطع مكعبات صغيرة او ممكن مفروم لو انتوا حابين، ولو فيه بصل ابيض كمان تقدروا ان انتوا تحطوا بصل ابيض واحمر مع بعض. والخضرة بتاعتنا مقطعة صغير جدا، ديت شبت وبقدونس وكزبرة، وكمان نعناع اخضر. نعناع بيديها طعم تاني خالص. وكمان طماطم مقطعة مكعبات. انا ما بحبش احط عصير طماطم علشان ميبقاش الخلطة بتاعتنا فيها مية، فانا محتاجة كل الحاجات اللي موجودة تكون ناشفة. وكمان هحط لها لحمة مفرومة. وهحط كمان الثوم. دي كده كمية الخضار، انا بحب كمية الخضار تكون اكتر بصراحة من كمية الرز نفسها. ومعلقة حلوة من الصلصة كده علشان تدينا اللون الحلو بتاع الخلطة. وهحط زيت. انا ما بحبش اكتر زيت لان انا هحط سمنة في الاخر. وابتدي ان انا اتبل معايا ملح وفلفل وشطة، دوبك حاجة بسيطة بس عشان رمضان والصيام. وكمان ال11 بهار هحط كيس كامل، وكمان انا كان عندي شوية باقيين من كيس قبل كده انا حطيتهم هم كمان. وهبتدي ان انا اقلب. انا قللت هنا الكمية عشان اعرف اقلبها، وطبعا المعلقة كانت فاشلة في التقليب فقلبت بايديا، مفيش احسن من الايدين في الاستخدام. ابتدي ان انا اقلب كل المكونات مع بعض كده، خلاص بقت تمام. حتى اللون بتاعها دلوقتي حلو مع الصلصة اللي احنا حطيناها. هنبتدي ان احنا نوزع ورق الكرنب بالشكل ده كده، طبعا بالمقاس اللي احنا عايزينه. وهحط عليه الخلطة او الحشوة بتاعتنا اللي احنا عملناها، ونلف بالطريقة دي كده. الطريقة دي بتكون سهلة ان احنا بنوزع الورق بسرعة، وبنوزع كمان الخلطة، وبنبتدي ان احنا نلفه بسرعة بالشكل ده كده، غير لما بنلف ورقة ورقة لوحدها. ديت بتبقى حاجة كده في الانجاز. دي اتقطعت مني بس عادي جدا، وصلتها مع بعضيها كده بقت تمام. شايفين بتتعمل بمنتهى السهولة لما نحط كمان ورق كتير مع بعض، ونبتدي ان احنا نلفه بكل سهولة. وخلاص كده خلصت الكمية، وهبتدي ان انا اوزعها في الحلة بتاعتنا. اي بقى رصة انتوا حابينها اللي انتوا متعودين عليها تعملوها، بس يعني بحب ان انا اشكل فيها شوية. واهم حاجة في توزيع المحشي، سواء محشي كرنب او ورق عنب او اي نوع من المحشي، ان احنا نسيب فراغات فيه علشان بس خاطر الرز كمان لما يستوي يبقى براحته جدا، ويبتدي ان هو كمان ينفش معانا وما يبقاش مكتوم ويستوي حلو. هبتدي ان انا احط له الخليط بتاعنا. ديت كان عندي شوربة فحطيت شوربة، وكمان عليها صلصة، وحطيت دوبك بس ملح وفلفل. وعشان ما كنتش حطيت قرفة في الاول فحطيت لها قرفة وكمان سكر عشان الصلصة بتاعتنا. والشوربة لازم تكون سخنة علشان تسرع عملية التسوية، متاخدش وقت طويل على النار. بحطها في الاول على النار عالية، وبعد كده اول ما تبتدي تغلي بوطي عليها النار لتحت شوية. ويعني اول ما تبتدي ان هي تتشرب المية شوية برفع النار الزرار بتاعنا كأننا هنطفيه لحد فوق، وبسيبها بقى براحتها لحد ما تستوي خالص. يعني راحتها، يعني انا ممكن اسيبها مدة طويلة جدا طول ما هي على النار، ان انا بحب المحشي فعلا يكون مستوي تماما. وبحط غطا بالشكل ده كده علشان بس الورق بتاعنا ما يبتديش ان هو يتفتح. وكده بعد ما استوى، احلى حتة بقى انا بحبها ساعة ما بحط عليها السمنة كده. الله، فعلا على ريحتها وهي بتسيح على المحشي من فوق بعد ما رفعناه من على النار. انا ما حطيتلهوش سمنة وهو على النار، انا بحط السمنة بس وهو كده بعد ما انطفى عليه، علشان خاطر بس ناخد الريحة والطعم بتاع السمنة. شايفين كمان استوى خالص. الطماطماية كمان استوت،
يعني بقى دايب. يجي كده شكله، الصوابع طالعة بمنتهى السهولة، مفيش حاجة فكت منه. علشان كمان الطبق اللي احنا حطيناه، الطبق ده انا بشيله بعد يمكن نص السوا او 3/4 سوا، لحد ما بيبتدي ان هو يشرب ميته خلاص، ببتدي ان انا اشيل الطبق، ببقى مش محتاجاه تاني. شايفين ده ازاي بيتقطع بالشوكة بكل سهولة. بصراحة كان طعمه خطير، وريحة السمنة وهي محطوطة كده في الاخر بيديها طعم وريحة جبارة. مش قادرة اتكلم على المنظر بصراحة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وهستنى تعليقاتكم الجميلة، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم سلام.